من دبي ينضم إلينا الكاتب الصحفي المختص في الشأن الإيراني هشام البقلي. أهلا بك أستاذ هشام. وأيضا من القاهرة القبطان صالح حجازي الخبير في شؤون الملاحة البحرية. أهلا بك أيضا معنا سيد صالح. سأبدأ معك بداية أستاذ هشام لأسأل السؤال الذي طرحناه في نهاية الخبر: هل يجوز للدول المطلة على مضيق هرمز فرض قيود؟ أولا مساء الخير ليكي وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. يعني لا يجوز للدول المطلة على المضائق أن تمنع مرور السفن، سواء كانت سفن تجارية أو حتى سفن حربية، وفقا للاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994. وإيران أحد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وإن كان هناك بعض البنود لم توقع عليها إيران، لكن في النهاية إيران أمام المجتمع الدولي ملزمة بهذه الاتفاقية ولا يمكن لها فرض قيود على مضيق هرمز. إيران فقط تلوح بهذا الأمر، ولوحت به كثيرا حتى في السابق عام 2011 و2012 لوحت أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود على هذا المضيق، لكن هي فقط ورقة ضغط على الأطراف الأوروبية حتى يكون هناك جلوس مرة أخرى على طاولة التفاوض. إيران تعرف جيدا يعني ماذا سيحدث إذا اقتربت من هذا الأمر لن يخص فقط الولايات المتحدة الأمريكية أو يخص إسرائيل. مضيق هرمز هو ممر دولي محمي وفقا للاتفاقيات الدولية، يستقبل ما يقرب من 20% من التجارة العالمية وخاصة تجارة النفط، فبالتالي التأثير لن يكون تأثيرا جزئيا على اقتصاد دولة بعينها، ولكن سيكون تأثيرا عالميا. ولن يقبل أحد أو لن تقبل أي دولة بأن يكون هناك تأثيرا اقتصاديا عليها جراء إجراءات أحادية من قبل إيران. القوانين الدولية بالفعل تسمح في بعض الأحيان بعدم مرور السفن التي تحمل أسلحة في حال وجود حرب مع هذه الدولة، ولكن الآن من المفترض أن لا يوجد حرب في التوقيت الحالي مع إيران. هناك ولكن هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز التي تلوح بها إيران، هي ورقة رابحة أم خاسرة بالنسبة لإيران؟ يعني أعتقد أنها ستكون ورقة خاسرة بشكل كبير بالنسبة للطرف الإيراني، خاصة وأن يعني بهذا الشكل ستعادي الجميع، ستعادي دول الخليج، ستعادي الدول الأوروبية، الجميع سيكون عدو لإيران في هذا التوقيت إذا أقدمت على هذا الفعل، لأن كما قلت لن تتأثر دولة واحدة أو دولتين بإغلاق مضيق هرمز، الجميع سيتأثر في حال حدوث أي مناوشات في هذا الممر الملاحي الهام بالنسبة للعالم. وإيران في هذا التوقيت وفقا للتحركات التي نراها من وزير الخارجية الإيراني والتحركات الأخرى من قبل علي لاrijani، ويريد أن يكون هناك مساندة دولية من بعض الدول له في الملف النووي، فبالتالي سيكون هناك خطأ استراتيجي كبير إذا أقدمت إيران على مثل هذه الأفعال. نعم سيد صالح، ماذا يقول القانون في هذا الشأن، فرض قيود على عبور السفن؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وتحياتي لضيفك الكريم من دبي، فهو أفاض والحقيقة يعني كلام جميل جدا. ولكن هذا التصريح الذي أدلى به السيد نائب المرشد أو المتحدث عن المرشد هو عاري تماما من أي صحة. وأنا أحب أعرفه، يعني إذا كان عايز يعرف ما هو مضيق هرمز فليرجع إلى أحد المتخصصين في البحار عنده ليعرض عليه الخريطة رقم 2888 علشان يشوف ما هو مضيق هرمز وما هي الممرات الملاحية اللي في مضيق هرمز اللي محدداها المنظمة الدولية اللي هو عضو فيها، اللي محددة انه هو لا يملك الا الجزء الايمن من مضيق هرمز، الجزء الشرقي يعني ده اللي بيخش منه السفن الى الخليج العربي، والجزء الاخر هو الجزء الغربي او الجزء الشمال، يعني ناحية المياه الإقليمية لدولة الإمارات وسلطنة عمان. وفي اتفاقية تحديد حدود بحرية بينه وبين السلطنة في 2015، فهو أنا مش عارف هو أنهي مين اللي اداله الحق في إنه يقول أي قانون اللي هو بيتكلم عليه اللي بيقول إنه يديله إنه سيطرة على، لا أنت ليك سيطرة، والسيطرة اللي ليك على المدخل إنك أنت يعني تقدم المساعدة لو أي سفينة من السفن يعني احتاجت مساعدات أثناء الدخول أو حاجة، ولكن أنت مالكش غير الجزء الأيمن من الخليج. وطبعا يعني هم عايشين في أحلام
ما حدث في حرب الناقلات، ما سموه حرب الناقلات في الثمانينات ايام الحرب العراقيه الايرانيه. وده طبعا ده استحاله انه هو يعود للتكرار، لان دي جريمه دوليه هتبقى يعني ويعني انت هتعادي العالم كله، يعني انت كده مش معقول يعني. فدي تصريحات لا يعني جوفاء وتصريحات رنانه، ويعني لكن اي تهديد للملاحه الدوليه الحره والمرور البريء للسفن. وبعدين بيقول هو للسفن المعادية. طب هل انت اعلنت الحرب على دولة معينة علشان تمنع السفن اللي تحمل علم هذه الدولة من المرور؟ هذا حقق اذا كان في اعلان لحرب فعلا زي ما الزميل بيقول، هو له الحق في هذه الحالة يعني. بس تكون في حرب قائمة ومعلنة بينه وبين دولة معينة. السفينه اللي تحمل علم الدوله دي هو ممكن يعتدي عليها في هذا التوقيت يعني، ولكن كلام على المشاع كده فده لا يسمع ولا يؤخذ به اطلاقا يعني. نعم. وزير الدفاع سيد هشام، وزير الدفاع الإيراني يكشف أن بلاده أنشأت في بعض الدول مصانع للسلاح وبنى تحتية عسكرية. التصريح أو الإعلان عن هذا الموضوع في ظل أو قبيل الذهاب إلى طاولة المفاوضات، ما الهدف من؟ هل تحاول إيران رفع سقف شروطها قبيل الذهاب إلى المفاوضات مع الترويكا الأوروبية؟ يعني نستطيع أن نقول أن إيران تستخدم لغتين في التعامل منذ إقرار الهدنة مع إسرائيل. اللغة الأولى هي لغة التهدئة، وهذه نسمعها من بعض المسؤولين الحكوميين حول إمكانية الجلوس على طاولات تفاوض مع أوروبا، لا مانع من التعاون المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل هذه الأمور تشير إلى عملية تهدئة. وعلى الجانب الآخر إيران تهدد العالم أو تهدد المنطقة أو تهدد يعني الأمن منطقة الشرق الأوسط من خلال مثل هذه التصريحات. الحديث عن إنشاء قواعد عسكرية أو مصانع عسكرية كما قيل في بعض الدول هو رسالة من إيران إلى أنه المنطقة ستشتعل بالكامل إذا كان هناك أي إقدام لعمل عسكري على إيران. إيران تريد أن توصل رسائل ضاغطة على الطرف الأوروبي أن كافة مصالح أوروبا ستتضرر، خاصة وأن هناك تصريحات أخرى قد يعني صدرت أن الصواريخ الإيرانية قادرة على الوصول إلى برلين، قادرة على الوصول إلى باريس. كل هذه الأمور يعني تشير إلى أن إيران تريد مزيد من الضغوط على أوروبا حتى لا تفعل آلية سناب باك. إيران تعي جيدا وتعرف جيدا أن التفاوض مع أوروبا لن يجدي نفعا دون الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يصلوا إلى اتفاق دون الولايات المتحدة الأمريكية. هي فقط تريد أن تبقى أوروبا على موقفها من الاتفاق النووي، ألا تعيد تفعيل آلية سناب باك، أن نصل إلى 18 أكتوبر وهو التاريخ الهام جدا بالنسبة للطرف الإيراني وفقا للاتفاق النووي. فلذلك هي تصعد من حدة تصريحاتها من آن إلى آخر حتى تجبر أوروبا على الجلوس على طاولة تفاوض، وحتى إن كانت هذه الطاولة لن تصل إلى نتيجة مجدية في النهاية، خاصة وأن إيران أيضا في كل تصريحاتها الخاصة ببرنامجها النووي تتحدث عن استمرار التخصيب أو حقيتها في التخصيب وفي البرنامج النووي. حتى الرفض الذي صدر للتصريحات الفرنسية حول منظومة الصواريخ البالستية، حول تدخلات إيران في أمن المنطقة أو في شؤون بعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط، وهم يؤكدوا التصريحات التي صدرت عن وجود مصانع عسكرية في دول أخرى. هذا التصريح في حد ذاته هو تدخل سافر في شؤون دول أخرى، وتأكيد أن ما زالت أذرع إيران موجودة في المنطقة، وأن إيران تهدد بهذه الأذرع لإشعال المنطقة إذا اقترب أحد من توجيه ضربات عسكرية لها. فعليا هذه الورقة الأخيرة الباقية لدى إيران برأيك، لأنه الأذرع يمكن أنه استخدامها أكثر أو التهديد منطقي أكثر من فرض رسوم على السفن المعادية في مضيق هرمز؟
بالطبع يعني هي ستستخدم أذرعها في المنطقة لتوجيه ضربات سواء لمصالح أمريكية أو لمصالح إسرائيلية أو حتى لبعض الدول التي قد ترى إيران أنها مؤيدة للموقف الإسرائيلي والأمريكي. لكن الاقتراب من مضيق هرمز سيكون هو الورقة التي ستستخدمها إيران في حال شعرت أن النظام قد سقط. إذا شعرت إيران أن النظام الإيراني قد سقط وقد انتهى، في هذه اللحظة من الممكن أن تستخدم مضيق هرمز يعني كنوع من زي ما بنقول بالمصري حلاوة روح فقط، ليس أكثر من ذلك. لكن استخدامه بشكل مباشر قبل اندلاع مواجهة أو حتى أثناء اندلاع المواجهة دون شعور حقيقي بسقوط النظام الإيراني، هذا من الامور الصعبه. واستخدام الاذرع سيكون هو الخيار الافضل بالنسبه لايران، وهي تتحرك على هذا. وراينا يعني تحركات علي لاrijani سواء في العراق او لبنان خلال الفتره الماضيه من اجل ذلك. سيد صالح، في حرب 12 يوما على إيران، هددت إيران بإغلاق المضيق. اليوم تهدد بفرض رسوم على السفن المعادية بالمضيق. هذه التصريحات وهذه التحديدات بحد ذاتها في حال يعني نفذت أم لم تنفذ، ألن يكون لها تداعيات وتأثير على الموقف الإيراني خصوصا على طاولة المفاوضات؟ هو كلام لا يؤخذ به اطلاقا. ما فيش حاجه اسمها فرض رسوم على عبور مضايق دوليه، ما فيش رسوم على عبور مضيق جبل طارق، ما فيش رسوم على عبور مضيق سنغافوره، ما فيش رسوم على عبور مضيق ملقا جنبه على كلام عاري من اي صحه، وكلام لا يخرج عن انه يعني مجرد ضوضاء اعلاميه لا تاثير لها. ما فيش حاجه اسمها رسوم على مضايق دوليه. الرسوم لا تفرض إلا على مضائق الصناعية فقط. حتى المضايق في تركيا ما عليهاش رسوم، بالرغم انها بتمر في مياه وفي اراضي تركيا كامله، ولكنه لانه مضيق طبيعي ملوش عليه رسوم الا رسوم الارشاد، الا اذا حد طلب ارشاد يعني من نفسه. ولكن العبور البريء لهذه الممرات الدوليه في كل انحاء الكره الارضيه ليس عليه رسوم ولا يمكن فرض رسوم عليه. فكلام ده كلام خالي من اي صحه، بالظبط زي ما قلت حضرتك انه هو بيقول ان القانون الدولي بيدي ايران مالكش انت ليك سيطره على الجزء الايمن فقط، على نص مدخل، على نص مضيق هرمز او نص بالمضيق هرمز بنص الخليج بحسب قانون الامم المتحده اللي بينصف المسافه ما بين الدولتين المتقابلتين. وبعدين انت ليك في دولتين اخرى على الشاطئ الاخر من الممر لها مياه اقليميه نص الخليج بتاعها. فانت لو اعتديت على سفينه خارجه من الخليج انت بتعتدي على مياه اقليميه لدول ذات سياده، وبتعتدي على سياده هذه الدول. كلام يعني لا يعني شكرا لا يصح انه لك من القاهرة القبطان صالح حجازي الخبير في شؤون الملاحة البحرية، وشكر أيضا لضيفي من دبي الكاتب الصحفي المختص في الشأن الإيراني هشام البقلي. شكرا لكما.